السلام عليكم. انا فاطمه دريس. اليوم جبت لكم هذه الفطيره العائليه. ما بغيتو لا تدلكوا ولا تشحروا. هذه الفطيره غتهنيكم من كل شيء. نتوما اللي ليكم غير لايك واشتراك ومرحبا بكم في قناتكم. اليوم غادي نبداو هذه الفطيره التركيه. العجينه تركيه ولكن الحشوه راه حشوه من اجتهادي. كتجي لذيذه بزاف. انا بديت هنايا بجوج كيسان ديال الحليب دافيين. انا عندي هنا درت جوج فطيرات، غندير جوج فطيرات، واللي بغى يدير وحده غادي يدير الكيسان صغار. عندي نص كاس باش عبرت غنبقى نعبر كلشي، نص كاس ديال زيت المائده، ومعلقه كبيره ديال الخميره، معلقه صغيره ديال الملحه، ودرت معاهم غادي ندير دابايا الكيسان ديال الطحين الفورس. انايا درت 4 ديال الكيسان هنا ديال الفورس باش عبرت الحليب باش غادي نعبر الطحين. 4 المعالق، 4 ديال الكيسان. ومن بعد زدت الكاس الخامس حطيته وبقيت كنزيد حيت حسب الفورس واش غادي يشرب الماء ولا ما غاديش يشرب. المهم هنايا غير غادي تجمعوها، ما غتدلكوها ما حتى شي حاجه، ساهله. غادي تجمعوها وغادي ديروها في البلاستيك غادي تدلك راسها. كتجي قطنيه ورطبه وزوينه ولذيذه، فطيره اللي رائعه. هنايا زدت واحد المعلقه ديال الخل وبيض ديال البيضه صفر، خليته باش غادي ندهن دوك الجوانب ديال الفطيره. انا زدت الكاس الخامس هنايا باش غادي نجمع هاد الفطيره هادي. ما غندلكها ما حتى شي حاجه، ساهله. غتجمعوها وديروها في البلاستيك. وحتى الحشوه سهله باذن الله. هانتوما شفتوها هي جمعات، حطيتها في هذا الاناء وغادي نغطيها بواحد السلوفان باش غادي تزيد هي كتزيد تدلك وفي نفس الوقت غادي تخمر. هاد الفطيره كتجي رائعه، ديروها مع بزاف ديال الحوايج. هنايا درت واحد الهاشوار، كون عندكم واحد الهاشوار درت 250 غرام ديال صدر الدجاج وواحد البصله خضاريه. اللي بغى يدير النص ديال الفطيره يدير غير 150 غرام ديال الدجاج، راه اقتصاديه وسهله. هنا واحد عندي بطاطا مسلوقه متوسطه، وهنايا درت 4 ديال الفصوص ديال الثوم. كلشي تنديرو خضر، ما كنشحر حتى شي حاجه. معلقه ديال الملحه ونص معلقه ديال الفلفل الاسود او الابزار. كلها كتجي ساهله وكتجي زوينه بزاف ولذيذه. درت هنا 2 قطع ديال الجبن المثلث كيلذذها مزيان وكتجي زوينه. وهاد الحشوه هذه يمكن لكم تستغلوها وديروها في السيجارات، يمكن لكم ديروها في اي حاجه، راه زوينه هاد الحشوه هذه. هنايا زدت 2 معالق ديال الطحين الفورس باش يشرب ليا كاع دوك السوائل، الا كانوا شي سوائل ولا شي حاجه تشرب. غادي نطحنهم مزيان في هذا الهاشوار ومن بعد غادي نعمر بهم الفطير. ما كاين ما سهل من هذه الفطيره هذه، لا دليك لا تشحار لا والو. هنايا خمرات ليا العجينه وغادي نجي هنا نحطها على سطح العمل وغادي نقسمها. انا قسمتها على 2 لانني درت 2 فطيرات. نتوما الا درتو فطيره وحده حاولوا تعبروا غير بكاس صغير ديال اتاي. كتجي خفيفه هاد العجينه، زوينه بزاف، كنستعملوها لجميع المعجنات كتصلح ليهم. هنايا قسمت هذيك الفطيرات وغادي نحاول نطلقها فوق سطح العمل. غادي نطلقها مزيان ونرققها لان راه كتنفخ، لان فيها الخميره وكتعاود تزيد تطلع. غادي نحاول نطلقها بالمدلك مزيان حتى تولي رقيقه وتولي على شكل دائري. وغادي ديك الساعه تكون عندي الفروماج اللي كان عندكم من الجبن، موتزاريلا ولا الجبن الاحمر ولا اللي كان عندكم. حتى لما بغيتوش ديروا حتى هاد الجوانب هادو، ما بغيتوش تعمروهم ما تحمروهمش، غير طويو غير العجينه باش ديروا بحال في الوسط فين ديروا الحشوه. انا هنا عمرت هذه بالجبن وطويت عليهم العجينه مزيان ولصقتها باش ما تخرجش هذيك الجبن. ودرت وحاول باش نديرها دائريه مقاده باش نعمرها في الوسط بهذيك الحشوه اللي درت. الحشوه راه ما كتشحر ما كطيب ما حتى شي حاجه، باش قلت لكم راه ساهله هاد الفطيره هذه. غادي نحاول باش نسوديها مزيان تسد باش ما تخرجش ليا هذاك الفرomage صافي. وغادي نعمر الحشوه في الوسط ديال الفطير. هاد الفطيره راه درتها فوق البابي كويسون، هذاك الورق هذاك باش نهزها بها ونحطها في الطاوه ديال الفران. الحشوه هي هذه، ما طايبه ما والو، هي راه كطيب مع الفطيره كطيب. خديت هذاك الصفر ديال البيض وزدت عليه واحد المعلقه ديال الحليب
وبديت كندهن هذوك الجوانب ديال الفطيره باش يجيو مذهبين وزوينين واللون زوين. ومن بعد درت ليهم شويه ديال الجلجلان والحبه السوداء، غير باش يعطيو داك المنظر. اللي بغى يدير غير الجلجلان يمكن له يدير غير الجلجلان. انا عجبني هذا المنظر هذا ودرتو يجي زوين. نتوما ديروا اللي بغيتو. انا درت الجبن عاوتاني من الفوق، يمكن لكم ديروا ليها الجبن من الفوق لان كتجي لذيذه بزاف هاد الحشوه هادي، وكتجي حتى العجينه كتجي رطبه وزوينه. انا حطيتها من بعد حطيتها في الطاوه ودخلتها للفرن غير من التحت، الفران غير من التحت على 180 درجه، واحد شويه غير تنفخات العجينه وخرجتها ودرت ليها شويه من هاد الفلفل الاحمر، ومعاهم هذه غير البصله الخضاريه. اللي بغى يدير الفلفل الاخضر يدير، هادو غير تزيين. اللي بغى يدير شي حاجه، اللي بغى يدير طوماط سوريز، اللي بغى يدير اي حاجه يمكن له يزين بها من الفوق. غتردوها للفران وغادي تشعلوا عليها من الفوق ومن التحت تقن شي ربع ساعه على درجه الحراره 180 درجه. كتجي رائعه، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تكونوا استفدتوا، ولا ديروا لايك واشتراك، والى فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه.